يا أهلا وسهلا فيكم في لينكدين من الصفر. اصنع مستقبلك الآن ولا تنتظر التخرج. أول حلقة حتكون إجابة عن السؤال اللي انطرح علي مرة كتير: ليش طالب في الثانوي أو في الجامعة يحتاج لينكدين من الآن؟ أول حاجة أبغى أسألك، هل كنت تعتقد إنه لينكدين فقط للناس اللي تخرجت أو للناس اللي عندهم وظائف؟ أنا هذا أجاوبك السؤال: لا، الحقيقة مختلفة تماما. لينكدين هو المكان اللي تبدأ فيه قصتك المهنية، من أول يوم تقول فيه أنا أستحق فرصة وظيفية مهنية. كان الوقت هذا وانت لساعك في المدرسة، طالب في الثانوي، وبديت تعرف فين توجهك أو إيش هي الوظيفة اللي تبغى تشتغل عليها، أو كنت في الجامعة وعرفت وحددت فين المكان اللي تبغى تشتغل فيه. أعمالك التطوعية وضحت لك طريقك. خلاص، من هنا نبدأ، من هنا نقول بسم الله ونبدأ. الوقت اللي يكون كارير باث حقنا واضح، مسيرتنا المهنية بدأت بشغف، أبغى أوصل للحاجة هذه لأني اكتشفت عندي مهارات في المجال هذا، أبغى أجرب المجال هذا حتى من قبل ما أدخل الجامعة أو حتى من قبل ما أتخرج من الجامعة. فعشان كده السلسلة الحين اللي موجودة قدامكم، وهذه أول حلقة فيها، راح تجاوب لكم عن ليش أنا طالب في الثانوي أو في الجامعة وأحتاج يكون عندي حساب على لينكدين، وكيف أبدأ وأأسس حسابي بالشكل الصحيح اللي يضمن لي الوظيفة اللي أنا نفسي فيها. أول جزء اللي هو ليه لينكدين مهم لكل طالب. لأنه لينكدين بشكل جدا بسيط هو عبارة عن بطاقة تعريفية رقمية عنك، الاي دي حقتك، الاي دي الرقمية حقتك. زي ما كل أحد فينا عنده بطاقة أحوال بتعرف عنه، لينكدين هو يعتبر بطاقتك التعريفية الرقمية اللي الناس عن طريقها راح يعرفوك. وانتوا عارفين الآن احنا صرنا في ايه؟ في عالم التكنولوجيا الرقمي. اليوم حتى الكل لما بنرسل لهم السيرة الذاتية بيسألونا هل عنده حساب على لينكدين؟ ليش ما حطيتوا لنا الرابط حق حسابه اللينكدين؟ نبغى ندخل ونشوف أعماله أكثر، بتكون واضحة في لينكدين من السيرة الذاتية اللي موجودة قدامنا. تاني شيء، لأنه هو المكان اللي تقدر تعرض فيه شغفك ومشاريعك ومساهماتك التطوعية، وتقدر تشرح عنها بكل أريحية، ويتعرف المنطق اللي انت بتتكلم بيه. في لينكدين هذا كله متاح ليك، لكن على السيرة الذاتية وهي ورقة أو دوكيومنت عبارة عن صفحة أو صفحتين ما راح نقدر نقول الكلام هذا كله، وحتى إن كان مكتوب حيكون جدا صعب وممل إنه الواحد يركز ويقرأ. لكن لينكدين بتعرضه بطريقة جدا مشوقة، بتخلي الشخص اللي بيكون بيبحث عن مرشح ينجذب للمعلومات اللي موجودة في حسابك. وحنتعلم مع بعض كيف نظهرها بالشكل المناسب اللي يجذب الجهات المناسبة ليك. ثالث حاجة، في ناس كتير في عمركم من 16 سنة وحتى أصغر كمان حصلوا على منح جامعية وأكاديمية وتدريبات وحتى فرص وظيفية بسيطة أو تدريب منتهي بالتوظيف، لأنهم ظهروا بالشكل الصحيح وأبهروا الناس على لينكدين. وإن شاء الله بإذن الله راح تكونوا أنتم منهم. في الجزء الثاني راح أعطيكم اليوم إرشادات تنفيذية مباشرة. ليش؟ لأن زي ما قلت لكم السلسلة هذه عملية، حبدأ معاكم مباشرة من أول يوم في إننا نفتح حساباتنا على لينكدين
ونجهز ملفاتنا بالشكل الصحيح، وحكون معاكم. ما حتنتهي السلسلة هذه إلا وإنت حسابك على لينكدين أو ملفك على لينكدين جاهز. ما راح تدور أحد يسوي لك، هو حتكون أنت سويته بنفسك أحسن من أي أحد ثاني. في الجزء الثاني راح إيش نسوي؟ كل واحد فيكم يا إنه يفتح موقع لينكدين على جهاز الكمبيوتر أو التابلت، تمام، أو ينزل التطبيق على الجوال. طبعا وأفضل إنه كلنا اليوم إحنا عندنا جوالات ذكية، نفتح التطبيق على الجوال. بس كل شخص على حسب ما هو يحب يأسس ملفه فين، تمام. بعد ما ننزل التطبيق أو نفتح الموقع، نبدأ نسجل حساب جديد. وانتوا كلكم عارفين في هذه الأيقونة اللي بتقول Join Now، اضغطوا عليها. حتطلب منكم إنكم تدخلوا بريدكم الإلكتروني الرسمي. وهنا راح أأكد على شيء مهم، البريد الإلكتروني لازم يكون باسمك الرسمي. ابعدوني عن النيك نيم أو الأسماء المطولة، أو أسماء الدلع، دودي وبودي وما أعرف إيه. لا لا لا، اسمك هو اللي يكون موجود على الإيميل. ما عندك إيميل رسمي باسمك، مباشرة قبل ما تفتح لينكدين سوي لك إيميل رسمي باسمك ويكون جدا بسيط. فلنفرض عندي شخص اسمه محمد العتيبي، فيكون الإيميل محمد العتيبي أو محمد أندرسكوير العتيبي. جميل. أو حاسس إنه في محمد العتيبي كتير، حابب توضح اسمك بشكل أكتر، ممكن تيجي تكتب، فلنفرض أنت اسمك محمد إبراهيم العتيبي، فتحط لي محمد دوت دوت العتيبي. أهم حاجة اسمك الأول يكون مكتوب بحروفه الصحيحة، تمام. مدام اتفقنا على الحاجة هذه وصار عندك إيميلك الرسمي، دخل إيميلك الرسمي وابدأ وانشئ كلمة المرور اللي خاصة فيك. وطبعا الكل عارف الحاجة هذه وما يحتاج إني أعرفكم هي. لازم ننشئ كلمة مرور قوية عشان نقدر نحمي حساباتنا من أي هاكر ممكن يدخل عليها. بعد كده عند خانة الاسم تكتب اسمك الأول أو اسم العائلة فقط. ما في داعي إني مثلا أجي أكتب محمد العتيبي طالب ثانوية أو محمد العتيبي يبحث عن فرصة. لا، تكتب اسمك الأول محمد أو العتيبي. طبعا إحنا بالنسبة لينا دائما نحب نكتب محمد، يعني الاسم الأول. وبعد كده تدخل المعلومات بالشكل بالتسلسل اللي هو مطلوب فيما يخص الاسم. الخطوة الرابعة بعد إنشاء الحساب حيوجهك إلى اختيار المسمى الوظيفي. وهنا لا تقلق، مسماك وموجود، وحخليكم تكتبوا أحلى مسمى. إيش رح نكتب؟ رح نكتب طالب في المرحلة الثانوية مهتم بالتطوع والبرمجة. هذا على أساس إنه مثلا محمد العتيبي شخص حصل تقنية المعلومات والبرمجة والأمن السبراني شيء جميل ويفهم فيه ويستوحاه كتير، وكان بيشتغل على مشاريع وبرامج وأنشطة مع مدرسينه في المدرسة. فيكتب طالب في المرحلة الثانوية مهتم بالتطوع والبرمجة. أو طالب جامعي في تخصص إدارة أعمال باحث عن فرص تدريب. هنا خليتها فرص تدريب مفتوحة، لأن مجال إدارة الأعمال الكل يحتاجه في أي جهة، لأن كل جهة تحتاج إداري منظم منسق عندها. فحيكتب الطالب الجامعي طالب جامعي في تخصص إدارة أعمال باحث عن فرص تدريب. وطبعا كل شخص بناء على
كليته أو تخصصه اللي هو موجود فيه. خامس شيء إيش؟ اختار طبعا الموقع الجغرافي الصحيح اللي خاص بيك. فلنفرض الآن محمد العتيبي موجود في السعودية في الرياض، فيختار الدولة السعودية والمدينة الرياض مثلا. وبكده نكون خلصنا من الجزء هذا. تمام. في الجزء الثالث حتكون مهمتك بعد ما نخلص الحلقة هذه، اللي هي إيش؟ بعد ما تنشئ الحساب أبغى كل واحد فيكم يروح ويدور لي على أجمل وأفضل صورة شخصية احترافية خاصة فيه. مواصفات الصورة هذه إيش؟ خلفيتها تكون بيضة، اللبس فيها يكون مرتب وأقرب للبس الرسمي، ما نبغى صورة حفلة لو سمحتوا ابعدوا لي عنها، ولا نبغى صورة تحسسني إنه أنا سائح وطالع برا وبأوريكم المنطقة اللي أنا موجود فيها ولابس لبس سياح ومن الكلام هذا. لا 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 لا، خلفية بيضة جميلة مرتبة هادية، لبس رسمي مرتب، ابتسامة بسيطة وجميلة، مو واحد يكون فاتح فمه منشكح على الآخر أو أحد مبوز أوفر، لا، ابتسامة بسيطة جميلة. تمام. اتفقنا. تدوروا لي على صورة شخصية تكون خلفيتها تقريبا بيضة، لابس فيها لبس رسمي مرتب وفيها ابتسامة جميلة بسيطة، ولا تكتب أي شيء تاني. راح أرجع لكم في الحلقة الثانية إن شاء الله بإذن الله، وراح نكتب مع بعض كل التفاصيل اللي انتوا تحتاجوها. بس قبل ما أنهي هذه الحلقة عندي نصيحة ذهبية صغيرة ليكم، معلومة لازم تخلوها في بالكم. ترى على علمكم لينكدين بيتعامل معاك كأنك مشروع. كل كلمة بتكتبها وكل مهارة بتضيفها وكل تفاعل إن شاء الله بإذن الله حعلمكم عليه حتقوموا فيه داخل لينكدين يعتبر عن إضافة إلى سمعتك المهنية المستقبلية. فابدأ ببناء سمعتك المهنية المستقبلية الذهبية من الآن، لأنك تستحق الحاجة هذه. دامك حضرت الفيديو حقي إلى الآن معناها تستحق وظيفتك حتى من قبل ما تتخرج. أتمنى للكل التوفيق. شكرا لكم. أنا دكتورة أسرار، حاضرة دائما وجاهزة أرافقكم بفكر وتوجيه وجواب في كل ما يخص رحلتكم المهنية. لو حسيت إنه كلامي لامس شيء فيك علق وخليني أسمع أثره عليك. شارك هذه الرسالة مع اللي تحس إنه يستحق يسمعها من زملائكم أو أي أحد من محيطكم. ولا تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس، لأن كل رسالة في هذه القناة طالعة من منطقة النفوذ. نشوفكم في الحلقة الجاية والله يبارك خطاكم.